ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ النهارده جايب لكم حلقه جديده من حكايات ايريل. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت ممكن تشوفها من الاي اللي فوق. ويلا بينا. ايريل بيتجمع هو واعضاء النقابه، وليليا بتكون متعصبه عشان جداول تصفيات البطوله اتحددت. فبتقول لها راينر وايه المشكله؟ بترد ليليا انها هي وايريل في نفس المجموعه، يعني كده مش هتقدر تتاهل البطوله الرئيسيه. فبيسال ايريل باستغراب كده هو البطوله اصلا فيها تصفيات؟ فبتقول له راينر طبيعي، خصوصا ان في كتير عايزين يشاركوا في البطوله، عشان كده بيشارك بس في البطوله الرئيسيه المتصدرين لمجموعات التصفيه. فبيقول ايريل لليليا اللي بتكون متضايقه ما تزعليش نفسك، انت مجرد دخولك لتصفيات بمستواك الحالي كان تحدي كبير اصلا مش كده؟ فبتتضايق منه ليليا اكتر. وبتكون راينر في مجموعه مختلفه وبتقول اكيد السنه دي هوصل للبطوله الرئيسيه. المهم بعد كده بنروح لمكان انعقاد البطوله وبتبدا التصفيات، وكالمتوقع ليليا بتخسر وبتبقى زعلانه لانها كانت فاكره انها توصل للبطوله الرئيسيه. فبيقول لها ايريل اعتقد انك كنت هتخسري حتى لو ما كناش في نفس المجموعه. المهم بنعرف ان ايريل هيواجه بنت من فئه سيافه سحريه، وقبل ما يبداوا بتقولوا البنت عشان ما تعيطش لما تخسر، تصنيف سياف السحر معترف بيه، فمش عاوز اسمع صياح ان السحر مش عادل والكلام ده. فبيقول لها ايريل ما اكيد اللي هيكسب هو الاقوى، وبتبدا تهاجمه بكرات ناريه. فبيتفاداها ايريل وبيقرب منها لكنها بتصده بسيفها، وبتهجم بكرات ناريه تاني. فبيبعد ايريل، فبتقول له اللي ما عندوش فئه زيك ما عندوش فرصه انه يكسبني. فبيقول لها ايريل بس انت مهاراتك في السيف ضعيفه قوي. فبتتعصب البنت وبتستعمل مهاره السيف السحري، ويبقى سيفها ناري، وبتبدا تهجم على ايريل باللهب. وبيحاول ايريل يصدها وبينجح فعلا. وبيقول لها زي ما قلت لك مهارتك في السيف مش كويسه، لو كنت زي ليليا على الاقل كان الموضوع هيبقى اخطر. وبيستعمل مهاره النصل المزدوج ويطفي نار السيف، وبيظهر وراها وبيهزمها، وبيتعلن ان ايريل المتاهل من المجموعه الرابعه. وايريل في اللحظه دي بيسال نفسه هو انا ممكن اتعلم السحر برضه ولا لا؟ بنروح بعد كده لراينر اللي بتكون متوتره وبتقول لايريل مشكله المباريات النهائيه انك مش بتعرف خصمك غير قبل القتال مباشره، فده بيخلي اي شخص يتوتر. بيقول لها ايريل انت خايفه تقابليني انا في الجوله الاولى صح؟ وفي اللحظه دي بيتم الاعلان عن اول قتال، وبيبقى جورج قائد نقابه الظلام وبطل السنه اللي فاتت ضد ايريل. وبنتفاجئ كلنا ان شكل جورج اتغير وبقى اقرب للشياطين والوحوش. ورود رئيس النقابه بيقول لايريل انك لازم تبعد حالا، جورج معاه سيف الشيطان. فبيرد جورج انه ما كانش متوقع ان حد هيعرف السيف ده. فجورج بيقول الختم اللي كان مقيدني اتفك، انا استنيت مئات السنين لحد ما مات كل اللي عرفني وبقيت مجرد ذكرى منسيه. استنيت ان حد يطمع في قوتي، انا جلده، وده وقتي عشان انشر الرعب والفساد تاني. والناس كلها بتبدا تتخض لان جلده ده هو ملك الشياطين، وبيبداوا يهربوا ولكن جلده بيفعل حاجز عشان يمنعهم من الهروب. يبقى جلده مبسوط وبيقول لهم مفيش امتع من صراخكم وانا بقتلكم. وبيلاقي ايريل واقف مستعد لمهاجمته، وبيقول له باستغراب انت مش عارف انت بتواجه مين؟ بيقول له لا بالعكس انا واثق اني ههزمك زي ما هزمك سيد السيف قبل مئات السنين. بيرد جلده وبيقول انا صحيح هزمني سيد السيف قبل كده، لكن على حسب ذاكرتي وذكريات الشخص اللي انا في جسمه دلوقتي فهو ما بقاش عايش دلوقتي، وده معناه ان مفيش حد يقدر يهزمني دلوقتي. فبيرد ايريل ببرود وبيقول له خلينا اصحح لك شويه حاجات. الاول ان في سيد سيف لسه عايش وهنا بيقصد مامته، والتاني ان حتى لو انا ما كنتش سيد سيف فانا اقدر اهزمك عادي. ولسه هيتريق على ايريل بيلاقيه اندفع عليه بسرعه، فبيحاول يصد ضرباته وبيبقى متفاجئ من الحركه بتاعته، وبيقول له الحركه دي ما يقدرش يعملها غير سيد سيف، ازاي بتستخدمها؟ فبيرد ايريل اني مش مضطر اني اجاوبك. بيهجم جلده على ايريل وبيضربه فعلا، ويبقى فاكر انه هزمه لكنه بيلاقي ايريل واقف. بيهجم ايريل بهجوم متعدد وضربات مش بتقف، وبيضربه ضربه توقعه على الارض. الناس بتحتفل وايريل بيبدا يمشي بعيد عن الجثه، لكن جلده بيكون لسه عايش وبيقول انا مش هسمح يتم ختمي تاني، لازم انسحب دلوقتي وابعد عن الولد ده، وخياري الوحيد اني انتقل لجسد بشري تاني عشان اهرب. وبيحرك سيفه عشان يهجم على ليليا لكن رودو بينقذها. وبعدها بنتفاجئ ان السيف هو جسم جلده الحقيقي، وانه اصلا كان عايز يسيطر على رودو. وبيمسك ليليا يحط السيف على رقبتها وبيقول لايريل لازم تسيبني عشان خطيبتك دي هتموت لو ما عملتش كده. فايريل بيقول له اولا هي مش خطيبتي، ثانيا عادي اقتلكم انتوا الاثنين مع بعض. فبيقول له جلده انت بجد مش مهتم؟ بيرد ايريل انت مش عارف انه ما ينفعش يعتبر الناس رهائن غير لو هم بقيمه حقيقيه؟ بيرد جلده بيقول له هقتلها. فبيقول له ايريل مش هتقدر تقتلها حتى لو انت عاوز، جرب كده. وبيجرب فعلا وبيلاقي انه مش قادر يحرك ايده، وبيبقى فيه صراع بين رودو وجلده في جسد رودو، وبتهرب ليليا في اللحظه دي. فجلده بيقول له رودو انت ليه رافض قوتي؟ انا عارف الحقيقه انت عايز القوه عشان ترجع مجدك القديم. فبيقول له رودو انا اتعلمت من ايرين ان اي حد لو اشتغل بجد هيبقى قوي، وبيرمي السيف من ايده. فبيهجم عليه ايريل وبيقسمه نصين، حرفيا لقطع صغيره مش نصين بس. بعد كام يوم بنشوف رودو في النقابه بيدرب الاعضاء الجدد،
هو حرفيا بيمارس عليهم كل انواع العنف مش بيدربهم، وفعلا بيهربوا منه. فليليا بتكلم واحد بتقول له انت قاعد هنا ليه؟ قال لها مستني المعلم ايريل. فبتقول له ان ايريل ساب النقابه. وبنروح بعد كده لايريل وبيكون راكب عربيه، وسواق العربيه بيقول له مفيش بطل كسب مسابقه السيف بيمشي اول ما بيكسب زيك كده، انت متاكد من ده؟ فبيقول له ايريل ما بقاش في حاجه اشوفها او اعملها هنا خلاص، انا راجع لبيتي عشان اختبر مهاراتي وممكن اهزم امي دلوقتي. بيوصل ايريل البيت وبتقول له امه واضح انك كسبت خبره كويسه، ما حسيتش بحضورك غير من شويه. فبيقول لها انه فاز بكاس سيد السيف. فبتقول له زي ما انا عملت بالظبط. فلسه ايريل هيقترح عليها مبارزه تتحرك بسرعه وبتبقى قدامه، وبتقول له ريحه الزهره دي حلوه صح؟ بيقول ايريل في نفسه لو كان معاها السيف كان زماني خسرت دلوقتي. فبتقول له كده كده ما ينفعش نتبارز هنا عشان ما ندمرش البيت. وبيروح المكان تاني ويبدا ايريل يهاجم بوابل من الضربات. فبتصده وبتقول له واضح انك اتطورت. فبقول لها ايريل ايه المهاره اللي انت استعملتيها من شويه دي؟ بتقول له دي مش مهاره، انا اتعلمت القتال من غير ما اعتمد على مهارات منك يا ايريل. وبيكملوا القتال وصوت قتالهم بيتسمع في القريه كلها، وبيبقى القتال في عظمته حرفيا مدمر. وفي نفس اللحظه بتكون راينر قدام بيت ايريل وبتخبط على الباب. بتفتح اخت ايريل الباب وبتبقى مش عاجبها ان راينر بتسال على اخوها، بس الحمد لله ايريل ومامته بيجوا وبتسالهم البنت الصغيره مين فاز في القتال. بتقول لها مامتها انها خسرت ضد ايريل، وبنعرف ان راينر جايه عشان تتعلم من ام ايريل. وفي اللحظه دي والد راينر بيجي بسرعه بسبب الصوت اللي سمعه في الغابه. فبتقول له ما تقلقش انا قتلت وحوش هناك من شويه فممكن عشان كده. بعد كده ايريل بيروح لاوضه والده واللي هو لو انتم مش فاكرين يعني فهو سيد السحر. فايريل بيقول له انت بتعمل بحث سحري؟ فبيقول له ايوه دي هتبقى تقنيه الكسوه. المهم ان ايريل بيطلب منه انه يعلمه السحر، فابوه بيقول له ان ده مستحيل، انسى الموضوع ده لان مش كل الناس عندها طاقه سحريه، وانا عمري ما سمعت عن شخص قدر ينفذ التعويذ وهو ما عندوش طاقه سحريه او مهارات. فبيقول له ايريل بس ده مش معناه انه مستحيل. فبيرد ابوه بيقول له صح خصوصا انت يا ايريل، بس انت اتمرنت كتير عشان توصل لمستواك ده بالسيف، لكن في حاجات في الحياه مش بتتحقق حتى مع الاجتهاد. استخدام السحر من غير طاقه زي سياف من غير دراعين مش قادر يحمل سيفه. فبيقول له ايريل بس ايه اللي يخليك تتاكد اني ما عنديش طاقه سحريه؟ انا متاكد ان عندي طاقه سحريه. وبيحكي له ان لما كان بيتمرن في النقابه ليليا جابت له ماء مقدس كان في المخزن، ولما شربه حس بشعور غريب. فبيقول له ابوه ده كده ممكن انك يكون بقى عندك طاقه سحريه وكده هقدر اعلمك السحر. ويبدا يعلمه فعلا انه يستخرج طاقه من ايده، وفعلا بينجح وبنتاكد ان عنده طاقه سحريه، لكن بيبقى مرهق لمجرد الوميض الصغير ده. فبيقول لابوه انت محتاج مخزون اكبر عشان تبدا تستخدم السحر. فبيساله ايريل ازاي اقدر ازيدها؟ بيقول له زي ما عملت وانت بتتعلم السيف بالتدريب. وبعدها بيغمى على ايريل ويبقى ابوه بيعيط من الفرحه. تاني يوم بيروح ايريل للمتجر عشان يشتري كل الجرعات السحريه اللي موجوده فيه، وبيبدا رحلته في التدريب على استعمال السحر لمده 6 شهور. وبعد ما 6 شهور بيخلصوا الطاقه اللي بتبقى مع ايريل بتبقى طاقه واحد لسه واخد المهاره. فبيقول ايريل يعني كده هقدر استخدم السحر؟ ابوه بيقول له لا لانك ما بتقدرش تقرا اللغه السحريه، وبما انك مش بتمتلك مهارات فلازم تتعلم اللغه بنفسك عشان تحفظ التعويذ وتلقيها. وبيقترح عليه انه يتدرب عشان يوصل مستوى القبول في الاكاديميه السحريه في مدينه السحر عشان ممكن يساعدوه هناك. فبيتحمس ايريل وبيقرر انه يتعلم عشان يروح مدينه السحر. بعد مرور كام شهر بيروح ايريل فعلا في طريقه لمدينه السحر ارسبيل، وبيسال سواق العربيه فاضل لنا قد ايه عشان نوصل مدينه السحر؟ بيقول له يومين تقريبا، بس انت اتغيرت جدا عن قبل كده، من 3 سنين حققت انجازات كبيره في مدينه السيوف ودلوقتي رايح مدينه السحر. فبيسال واحد من اللي في العربيه واسمه كايتو هو انت رايح اكاديميه السحر انت كمان؟ فايريل بيقول له ايوه. فبيقول له الولد بس انت شكلك اكبر مننا بكتير، مش شايف ان الوقت عدى على الالتحاق باكاديميه السحر؟ فبترد بنت تانية بتقول له انا متاكده انه سقط في امتحانات القبول كتير، فما تتريقش من اللي بيعمل اقصى ما عنده عشان يوصل يا كايتو. فبيقول لها انت كده هنتي اكتر مني وانت بتحاولي تدافع عنه يا كوفا. المهم كايتو بيسال ايريل انت ايه اختصاصك السحري؟ انا بالمناسبه اختصاصي السحر الاحمر. ويفتكر ايريل كلام ابوه وهو بيقول له ان في انواع كتير للسحر اللي هي اخضر وازرق واحمر واصفر وابيض واسود، والسحر بيختلف من واحد للتاني لكن انت مش محصور في نوع واحد. المهم بيقول له ايريل اني مش مختص في نوع واحد عشان انا من غير فئه. فبيقول له كايتو وانت بجد هتتعلم السحر وانت من غير فئه؟ انت وقعت على دماغك ولا ايه يا معلم؟ في اللحظه دي بنسمع صوت غريب وكله بيتخض وبيساله ايه ده؟ بيقول ايريل ده صوت جبار، صوت حاجه اسمها جبار يعني. فكايتو لما بيسمع الاسم بيقول للسواق يلا اهرب بسرعه. بيقول له كان نفسي والله يا ابني بس الحصانين اغمى عليهم. وبيظهر جبار فعلا واللي بيكون وحش عملاق وغريب ويبدا يقرب منهم، ولكن مره واحده في حاجه بتظهر من وراه وبتطيره. وبيظهر جبار تاني لكنه بيكون اكبر واطول واضخم. كايتو بينزل من العربيه بيقول لهم انا مش هموت وانا مش بحارب، وبيضرب كره ناريه على الوحش ولكن الوحش مش بيتاثر. وبيصيح كايتو لان المانه بتاعته خلصت، ومره واحده بيظهر اعصار ناري بيخفي الوحش تماما. وبيكون ايريل اللي عمله، وبيقول لنفسه كان المفروض اني اضاعف طاقه الهجوم اكتر. فالثلاثه بيستغربوا لان اعصار النار من السحر اللي بيحتاج فئه عاليه اصلا. بيقوم ايريل يستعمل سحر الشفاء على الاحصنه ويصحيهم. سواق العربيه بيقول له انت انقذتني مره تانية. فبيرد ايريل عليه انا محتاج اشوف قوتك المره الجايه. وفي اللحظه دي بيبدا كايتو يعتذر لايريل وبيقول له من هنا ورايح انا هناديك معلمي، انا عايز ابقى ساحر عظيم زيك. فبيقول له ايريل اوريك شهاده الفئه تاني عشان تصدق اني ولا عظيم ولا نيله. فبيقولوا
له اكيد الشهاده دي مزوره، انت بتخفي قدراتك مش اكتر. بيحس ايريل في اللحظه دي انه كان المفروض يستعمل السيف بس عشان المشاكل دي. المهم بيوصلوا مدينه السحر، فكايتو بيقول لايريل هتقدم في مدرسه السحر الاحمر يبقى احنا هنبقى سوا. فبيقول له ايريل هو الاكاديميه متقسمه لمدارس السحر المختلفه؟ فبيقول له ايوه طبعا، انت مش عارف ان اللغه والمفردات والقواعد بتختلف باختلاف السحر ولا ايه؟ وطبعا عشان الانمي ده جامد جدا كل واحد من العيال دي هينضم لمدرسه السحر حسب لون شعره. وكالعاده بيروح ايريل يعبي البيانات عند مكتب الاستقبال، فوهي بتراجع البيانات بتقول لايريل فئتك المكتوبه دي بجد؟ بيقول لها ايوه، وبيقول في نفسه هيحصل زي ما حصل في مدينه السيف. فبيلاقيها بتديله رقم للامتحان، فبيسالها ايريل هو عادي حتى لو انا ما عنديش فئه؟ بتقول له ايوه عشان ليك حق الدخول الامتحان ايا كان فئتك. المهم بيدخلوا الامتحان، بيبقى في واحد متكبر كده بشعر اصفر وبيكون رتبه متقدمه، والرتبه دي بياخدها النوابغ. فالمهم ابو اصفر ده بيسال المعلم وبيقول له عادي لو دمرت الدميه دي بنيراني؟ بيقول له المعلم اعمل اللي انت عايزه، وفعلا بيستعمل سحر اسمه صوران بينزل عمود نار على الدميه، وفعلا كله بيتفاجئ. لكن كايتو بيقول له انت مش في مستوى ايريل ابدا، فبيضربوا ايريل. فبيقول له ابو اصفر تقريبا معلمك عارف الفرق بيننا، مفيش ساحر يقدر يسهر المعدن ده زي ما انا عملت دلوقتي بالنار. فبيقول له ايريل لف وبص كويس، وبتكون الدميه ما انصهرتش ولا حاجه. فبيقول المعلم انها مصنوعه من خام الميسيريل، اتصنعت من مدرسه السحر الاصفر. بيتريق كايتو على بصفر بيقول له شكلك بقى وحش يا معلم. فبيضربوا ايريل تاني، ويبقى دور ايريل. فبيدخل ايريل ويستعمل سحر خفيف، بيبقى شعاع نار رفيع وما بيحصلش اي حاجه للدميه. فبيقول ابو اصفر ايه العبط ده؟ بس انا ضحكت والله. وفي اللحظه دي الدميه بتنصهر. فبيقول له ابو اصفر ده غش، تعويذه الثوران مش بتخلي الميسيريل ينصهر. قال له ايريل بس دي مش تقنيه ثوران عاديه، دي تقنيه انا اللي عملتها بنفسي. وبيخلص ايريل وبيروح لمكان امتحان السحر الازرق. فبتقول له البنت ام شعر ازرق اللي انا نسيت اسمها انت بتعمل ايه هنا؟ قال لها عشان اتقدم للامتحان. المهم يعني ان ايريل بيدخل ويستعمل سحر الجديد وبيدمر الدميه برضه، وبيمشي برضه وبيروح لمدرسه السحر الاخضر. فبيلاقي كوليتو اللي هي البنت ام شعر اخضر قاعده بره وما دخلتش الامتحان. بيقول لها في ايه انت سقطتي ولا ايه؟ بتقول له لا انا متوتره بس مش اكتر، ولسه اصلا ما سجلتش الامتحان. بيقول لها ايريل لازم تتغلبي على ده، انت حياتك مش هتنتهي على اخفاق واحد، ومفيش حد هيموت بسبب فشل في الامتحان. وبعدين يسالها هو امتحان مدرسه السحر الاخضر هو عامل ازاي؟ فبتقول له هو بس انك تحرك الطاحونه بسحرك. بيدخل ايريل الامتحان وبيبدا الاختبار، وبيستعمل اعصار اخضر ويدمر الطاحونه، وبينجح ايريل في الامتحان. وبعد كده بيكمل ايريل لكل مدارس السحر عشان يخش كل الامتحانات بتاعتهم، وبيوصل لمدرسه السحر الاسود وبتبقى شبه خرابه. المهم هو داخل بيلاقي صندوق فيه حد، وبعدين بيبقى فيه بنت بتساله على حد اختفى وهي بتعيط. فبيقول لها تقريبا في الصندوق ده، وبتطلع حربايه بجناحات شكلها غريب كده. فبتقول له البنت ده من صنعي، شكله حلو صح؟ بيضحك ايريل كده، وبعدين هيكل عظمي بيقرب منه وبيقول له انا ما شفتكش هنا قبل كده. فعلى طول ايريل بيقطع راسه. فبتقول له ازاي تقطع راس سيده فجاه كده؟ فبيقول لها ايريل انت وحش من اللا موتى. فبتقول له لا انا لاتاليا وانا موظفه هنا. فبيسالها ايريل فين امتحان السحر؟ فبتقول له مفيش امتحان سحر للتقدم للمدرسه دي عشان مفيش طلاب كتير عايزين يتعلموا السحر الاسود. المهم بعد ما ايريل بيخرج بيقابل كايتو واللي معاه، وبيكونوا بقالهم مده بيدوروا عليه، وطبعا كل واحد بيبقى فاكر ان ايريل تبع المدرسه بتاعته. فبيقول لهم ايريل انا هتعلم كل المدارس وكل انواع السحر. فيا ترى هينجح في انه يتعلم كل انواع السحر ولا لا؟ وده اللي هنعرفه في الحلقات الجايه. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، واللي رايك في الكومنتات، وسلام.